كانت الخطة إن أنا أطلع على واحد من القوارب. وهذا هو شارع المظلات. أقعد صدقني ما أخليه يدخل علي. هذا المكتبة مش بس مجرد تاريخ، عمر المبنى هذا ما يقارب حوالي 100 سنة، فيعني مكان يستحق الزيارة، جميل جدا. المكتبة فيها أيضا كافي تقدر تشرب فيها القهوة إذا أنت طبعا من عشاق الكتب. اليوم ليش ما بدأت مثلا فيديو السكن؟ لأني حرفيا ساكن في غرفة فيها 14 سرير، فهذه مشكلة، تخيلوا. لذلك بدأت لكم في المكان الجميل هذا. النقطة الثانية أعتقد أنها حيكون مكان أكثر من رائع، وهو إيش رأيكم نخليها مفاجأة؟ هذا هو شكل المكتبة من خارج، لكن جالس من أول أشوف ما هو أحسن مكان أروحه بهذا الجو الحار. أنا وسط المدينة، والإشارات بتقول إنه أحسن مكان أروح له هو أكبر حديقة متواجدة داخل رومانيا. الأسماء بالنسبة لي لحد الآن صعبة إن أنا أنطقها. هذه تعتبر واحدة من أكبر وأحسن الحدائق في العاصمة الرومانية بوخارست. خلوني أوريكم بس هذا المكان الحلو الذي أنا بين أمشي فيه، وهو وسط المدينة. شوفوا الفن المعماري الروماني. كانت الخطة إن أنا أطلع على واحد من القوارب وأعمل لفة في البحيرة، لكن ما بتصدقوش كمية الرياح الموجودة. لا أنا قادر أطير الدرون عشان نشوف الحديقة وجمالها، ولا أنا قادر أدخل البحيرة لأن يعني بكون عكس التيار طول الوقت وما عاد أقدرش أعمل ولا حاجة. فإيش قررت في الأخير إن أنا أقعد على واحد من الكراسي بس أشوف واستمتع بالجو. أنا الآن منطلق إلى شارع مميز في بوخارست، هو شارع المظلات. قالوا إنه مكان حلو واحد يتمشى فيه، تعمل لك ترويئة على قولة أصحابنا السوريين. نروح نشوف لنا وجبة إفطار متأخرة، ونشوف الشارع كيف، هل هو فعلا حلو على ما بيتكلموا عليه الناس. وبعدها أنا استعمل مغامرة ضخمة في المدينة، في شيء حلو تجربه. وهذا هو شارع المظلات. أنا أعتقد أنه بيكون أحسن شيء لو كان في شمس كثيرة، لأن المظلات ملونة فيخلي يعني الأضواء كذا مميزة جدا. لكن أنا جيت وعاد الشمس لسه مش طالعة، بس ما زال المكان مرة جميل. شوارع قديمة مثل ما شايفين. يا سلام. صراحة المكان صغير، أنا كنت أقصد أنه شارع طويل جدا، بس الشارع فعلا قصير. حتى المطاعم شكلها ما كانش مهيئة أنك تدخل، يعني أننا لازم أدور مكان فعلا حلو أكل فيه أكل روماني، نجرب إذا في أكلات حلوة ممكن واحد يجربها. لقيت لكم مطعم تحس أنك داخل قصر. الأسعار مش مبالغ فيها أبدا، لكن المكان الآن طالع المكسورة. خلوني أوريكم بس رهابة المطعم من فوق. لا عليكم، هذا مطعم. Thank you. طبعا في تراسة برا المطعم.
باقي ايش؟ اكد لكم اذا الاكل بيكون حلو ولا لا. مشكلة المطاعم هنا في اوروبا انه ايش؟ ما بتاخذش انت الا شيء حلال. اذا تجي تجرب يعني اكلات شعبية لاي دولة تروحها في اوروبا بيكون خيارك دائما الاكل النباتي. فللاسف دائما الخيارات محدودة. لكن مع ذلك تستمتع في بعض الوجبات، في وجبات فعلا حلوة. اليوم أنا سأجرب حظي مع الأكلات النباتية في المطعم شوفوا على قايم. أمانة تحس أكبر من خريطة العالم. الآن الأكل وصل وخلوني أوريكم. طبعا خليتهم يساعدوني في إيش أطلب، صراحة ما كنت عارف إيش أطلب، ما أنا عارف حتى اسم الأكلة هذه، بس يلا نجربها ونشوف هل فعلا هي حاجة حلوة أو لا. حاجة شوية ملح، شيء غريب، مش حلوة ولا سيئة، بس يعني نبش بهارات، نبش يعني أكلنا العربي كذا تحس إنه مشبع بالبهارات، مشبع بالخضرة بالكذا، يعني اوكي. ترتيبي يعني راح أجيبه إذا أنا فعلا بموت من الجوع فممكن أجيبه له 9 من 10 8 من 10. بس لو بدك تستمتع بالأكل تقييمي له بيكون 6.5 من 10 عشان أكون صريح. أكثر من 6.5 من 10 يعني أنا قد أنا بين جاء من المطعم. يلا أشوفكم بعد شوية في مكان أكثر حماسة. المكان الذي أنا فيه هو عبارة عن مكان لسباق السيارات. الكل قال لي لازم أجي للمكان لأنه مميز نوعا ما في بوخارست. العدة موجودة، شكلي بيكون مثل علاء الدين والحرامية ال40. بس خلونا نشوف. أنا بقول لكم رأيي إذا المكان فعلا يستحق واحد يجي لما يكون في رومانيا ولا لا. بس كيف صورتي وأنا هكذا؟ حتى شكل الحرامي ما ينفعش علي. شكلي حرامي محترم ها. بس ايش اسمه، السيارة سرعتها عالية على ما بين نشوف لحد الآن، فأنا أقول إنه ممكن يكون في نوعا ما حماس في الموضوع. وأنا دائما أشوفه بين أكون صريح بأي شيء أشوفه هنا، دائما أقول لك إيش أعمل هذا الشيء، لا تعملش هذا الشيء. بكل صدق أنا بقول لك إذا المكان يستحق تجي تعال. السعر على فكرة أول لفة بتكون 8 دقائق، سعرها 11 يورو وشوية، 11 يورو 70 سنت أعتقد. والجولة الثانية حتكون نفس الشيء 8 دقائق بس حيكون سعرها 8 يورو. الآن أعتقد بدأ السباق ها. المهم الآن بدأ السباق. أنا مانيش عارف إذا بتسمعوا صوتي بس على ربك. يلا let's do it. خليه يدخل علي.
خايف على الحادث. That's racing, bro. لا أثبت حول الاثنين. No way. No way حيفوزوا. No way. المشكلة إنه ما بيفحصوش. I'm doing crazy shit now, really. Holy shit! Bro, I'm crazy with this shit. Oh yeah! No. I'm good, I'm good. أولى محترفين. ما فزتش. الرومانيين طلعوا خطيرين الصراحة. والله أحلى تجربة قمت فيها، تجربة خيال. خلوني بس أحط الخوذة والأمور. المكان أكثر من روعة، يعني تجربة ما كنت أنا متوقع أنها تكون ضخمة، بس الصراحة لحد الآن هذا أجمل شيء جربته في رومانيا. هذا هو اسم المكان في ماكس. إذا كتبت في ماكس في الجوجل كتبت ريسنج كار يعني سباق سيارات، على طول بيطلع لك هذا المكان بكل سهولة. و سرعة السيارات كان خيالي والله. أحيانا كنت أحس راح تقتل بالسيارة، بس روعة فعلا روعة. يعني حتى الآن يمكن إذا جيت لرومانيا بيجي عشان هذا الشيء، وممكن لا في تاريخ، في أشياء حلوة في المدينة. شوفوا أنا بقول لكم حاجة، رومانيا بتكون حلوة للناس اللي عايشين مثلا في وسط أوروبا، مثلا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هذا الأماكن. ليش؟ أول حاجة الشعب لطيف جدا، الأسعار رخيصة، فيها فعاليات حتكون حلوة، وأيضا الطقس هذا أهم حاجة. يلا خلوني أعمل استراحة محارب وأروح مكان هادئ أشرب لنا قهوة. شوفوا ما عندي عمل، رحت إلى كافيه القطط. كان يعني إيش مليان رائحة قطط لكنه إيش مكان مش سيء، فيه جلسة حلوة، وأحلى شيء اليوم إنه ما فيش زحمة. هذا أحلى شيء، يعني بتلقاهم في كل مكان تمر فيه في الكافيه. أستاذ حمود نعمل معك مقابلة. صباح الخير. لا no thank you very much. Yes sister continuous no. طبعا هذا ما يشيش يعمل معنا مقابلة، لذلك حنسر له عند الثاني. هذا أستاذ حمود صباح الخير، ممكن تقابل معنا؟ هذا واضح، هذا ما يشيش يعمل ولا شيء. سيبني في حالي يا باشا، خلاص لا تزعل. المهم خلوني أقول لكم هذا هو فيديو رومانيا. طبعا كانت رحلة صغيرة، بس أتمنى أن الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في مكان ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله.